الذكاء الاصطناعي هيكون خطر على الانسان في حاله لو كان جنرال او عام. خليني اقول لك يعني ايه جنرال اي اي. في نوعين من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي موجود حاليا اللي هو اسمه جنراتيف اي اي، او الذكاء الاصطناعي اللي انت بتوجهه علشان يعمل لك حاجات معينه، زي مثلا استخراج الصور، الفيديوهات، او حتى كتابه الكود. فطالما الانسان لسه مازال ليه تدخل بشكل ما على ان هو يوجه المكنه دي، فمفيش خطر قوي. حتى في أسوأ الظروف ممكن يستبدل المطورين اللي هم مستواهم مبتدئ لحد متوسط زي ما سام أولتمان قال، بس لحد دلوقتي ده ما شفناهوش. الجنرال اي اي هو نوع ذكي جدا من الذكاء الاصطناعي بيطمحوا ان هم يوصلوا له، والنوع ده حرفيا هيعمل كل حاجة، هيبقى مفيش فرق بينه وما بين الانسان، بيفكر زي الانسان ومبدع بشكل كبير جدا زي الانسان. ممكن يبقى فيه تدخل بس تدخل بسيط، ما وصلناش للنقطة دي لحد دلوقتي، بس وارد ان احنا نوصل لها. لو وصلنا ان الالات بتعرف تعمل كل حاجة الانسان بيعملها، هيبقى في حاجة واحدة بس بتفرقك عن بقية الناس وعن الالات دي: انت مين وليه الناس لازم تسمعك. لذلك اهم حاجة ممكن تعملها دلوقتي انك تبني براند شخصي او بيرسونال براند. والكلام ده مش كليشيه او هدفه الاساسي ان انا ابيع لك المنتج بتاعي. انا اكيد عايزك تشتري المنتج بتاعي، ولكن ما اشتريتهوش دي حاجة ترجع لك. ولكن انا بقول لك اللي انا عملته شخصيا من 3 سنين. انا شغال سوفت وير ديفلوبر بقالي اكتر من 10 سنين.